السلام عليكم. في أماكن على كوكبنا لما تشوفها تحس إنك خرجت بره كوكب الأرض نفسه. أماكن الطبيعة قررت فيها تكتب رواية أسطورية بلغة الصخور والأنهار، رواية عمرها ملايين السنين. تخيل نفسك واقف على حافة جرف، تحتك مش مجرد نهر أو طريق، تحتك فراغ عميق، غيوم ماشية تحت وانت عينك مش قادرة توصل للقاع. مكان لو وقعت فيه هتحس انك هتسقط للأبد. في الفيديو ده هنتكلم عن أعمق أخدود في العالم. أنا أحمد فاروق ودي معلومة تحيرك، ويلا بينا نبدأ الرحلة. المكان ده موجود فعلا في قلب هضبة التبت في الصين. اسمه يمكن غريب شوية، لكن صدقني الجمال اللي فيه ملهوش أي علاقة بالغرابة. ده أعمق أخدود على كوكبنا كله، وأحد أعجب الأعمال اللي الطبيعة عملتها بإيديها. تخيل إن العمق هناك يوصل ل6000 كيلومتر، يعني أكتر من 20 برج خليفة فوق بعض. أما الطول أكتر من نص 1000 كيلومتر. لكن إزاي المكان ده اتخلق؟ القصة بدأت من ملايين السنين، لما الصفائح التكتونية اصطدمت وجبال الهيمالايا بدأت تعلو، ونهر يالونج بدأ يحفر سنة ورا سنة وقرن ورا قرن، يقطع في الصخور الصلبة ويخلق أعمق جرح على سطح الأرض. الطبيعة هنا اشتغلت كفنان صبور. كل ضربة نهر وكل زلزال كان بيمسح في اللوحة دي خط جديد. الغريب في الأخدود ده إنك وانت ماشي من فوق لتحت بتحس إنك مسافر بين كواكب مختلفة، مش بس مناطق. فوق على الهضبة المناخ جليدي، الريح بتيجي من الهيمالايا والبرد قارس، ودرجة الحرارة ممكن تنزل تحت الصفر لشهور كاملة. الأرض هناك شبه قاحلة والنباتات قليلة والحياة البرية نادرة. لكن كل ما تنزل لتحت الدنيا بتتغير فجأة، والبرد بيختفي والهواء بيبقى دافي ورطب، لأن العمق الهائل ده بيحبس الحرارة وبيخلي الشمس والمطر يعملوا مناخ شبه استوائي. وبتبقى النتيجة في القاع غابات مطيرة، ضباب خفيف مغطي الجبال، أمطار موسمية بتغذي النهر وتحول القاع لعالم أخضر مليان حياة. يعني في مسافة كام كيلومتر بس بتشوف 4 مواسم مختلفة، وكأنك عديت على نص الكرة الأرضية في رحلة واحدة. وده السبب إن العلماء بيقولوا إن الأخدود ده كنز بيئي، لأن فيه تنوع مناخي مش موجود في أي مكان تاني على الكوكب. وسط الجبال الصخرية دي، تحت طبقات الضباب والأمطار الموسمية، في عالم تاني خالص. الأشجار هناك طولها بيوصل لأكتر من 100 متر، والنباتات اللي بتطلع بس في الأخدود ده مش موجودة في أي حتة تانية في العالم. لكن الأغرب مش النباتات، الأغرب هو الحيوانات اللي قدرت تتأقلم مع بيئة شبه معزولة عن بقية الكوكب. تخيل إنك تمشي شوية تلاقي النمر التلجي ملك الجبال الصامت بفراغه الرمادي اللي بيدوب وسط الصخور الجليدية، وتنزل شوية تلاقي البند الأحمر، المخلوق اللطيف اللي عايش بين فروع الخيزران. والعلماء بيقولوا إنه نادر لدرجة إنك ممكن تقضي شهور كاملة بتدور عليه وما تشوفهوش. وفي القاع في قلب الغابات المطيرة بتسمع أصوات الطاووس التبتي وريش البراق، وتشوف قرود اللانغور تتنطط بين الأشجار. وحتى الطيور المهاجرة بتختار الأخدود ده كمحطة راحة في رحلتها الطويلة. الغريب إن الدراسات الحديثة اكتشفت إن أكتر من 60 نوع من الثدييات و400 نوع من الطيور في المكان ده بس. يعني في حتة طولها نص 1000 كيلومتر عندك تنوع بيولوجي يكاد ينافس غابات الأمازون. العلماء بيقولوا إن عزلة الأخدود وعمقه خلاه زي صندوق أسرار بيولوجي، وفي نباتات طبية ممكن تغير مستقبل الطب لو لقيناها. أما عن استكشافه فكان مغامرة في حد ذاتها. سنة 1913 بعثة بريطانية حاولت توصل لأسراره، وبعدها ب100 سنة تقريبا مغامرين ومجدفين تحدوا النهر نفسه. بعضهم نجح ورجع يحكي عن شلالات بترتفع عشرات الأمتار، وعن تيارات مائية ممكن تبلع قوارب في ثواني. والبعض اختفى في العمق ومرجعش تاني، عشان كده المغامرين بيسموه إيفرست الأنهار. لكن يمكن أكتر حاجة بتدي الأخدود طبعه الغامض هي الحكايات اللي الناس بتحكيها عنه من قرون. التبتيين نفسهم بيعتبروا المكان ده مقدس، وبيحكوا عن وادي أسطوري
مخفي جواه جنة أرضية مليانة خضرة وسلام، الأرواح بتحرس مداخله ومحدش يقدر يدخلها إلا المختارين. في كمان أسطورة بتقول إن تحت ضباب الأخدود في مملكة قديمة غارقة، وإن أصوات الأنهار الهائجة بالليل هي في الحقيقة أصوات الملوك والجنود اللي لسه أرواحهم بتدور في المكان. في رهبان من التبت كانوا بيؤمنوا إن الأخدود بوابة لعوالم تانية، وإن أي حد يضيع هناك مش بيرجع لأنه بيتنقل لمكان غير مرئي للبشر. وكل بعثة استكشافية كانت ترجع بحكايات عن أصوات غريبة بالليل، عن ضباب بيتحرك كأنه حي، وعن مناطق محدش يقدر يدخلها كأن الطبيعة نفسها بتحمي أسرارها. ناس كتير بتحب تقارن غراند كانيو في أمريكا بيه، بس الصراحة يرلونج أضخم بكتير. بس للأسف المكان المذهل ده مش آمن من البشر ولا من التغيرات المناخية. مشروعات السدود العملاقة وحرارة الكوكب اللي بتزيد ممكن تغير شكل النهر، تهدد الغابات، وتخلي جزء من الجمال ده مجرد ذكرى. في النهاية يرلونج تسانجبو مش مجرد أخدود، ده كتاب جغرافي مفتوح بيحكي قصص كوكبنا، قصة بتقول لنا مهما افتكرنا إننا عرفنا كل حاجة، لسه في أماكن على الأرض بتقول لنا استنوا، لسه في أسرار ما اكتشفتوهاش. وهنا تكون انتهت رحلتنا. كان معاكم أحمد فاروق، ودي كانت معلومات حيرة.